نسمع كتير إن المية والليمون بيخسسوا، بس قليل اللي فاهم ازاي فعلا بيخسسوا. أنا هقولكم ازاي. أول حاجة لما تصحى من النوم وتشرب كوباية مية دافية ومعاها شريحتين ليمون، انت كده بتنضف جسمك من السموم اللي اتجمعت طول الليل. السموم دي لو فضلت بتقلل الحرق وتسبب انتفاخ وثبات في الوزن. الليمون فيه فيتامين سي بكمية ممتازة جدا. علشان نحافظ على فيتامين سي لازم تكون مية دافية تستحملها، لأن زي ما وضحت قبل كده إن فيتامين سي حساس اتجاه الحرارة، وده بيزود حرق الدهون ويخلي الجسم يستخدم الطاقة بشكل أفضل. كمان المية والليمون بيقللوا الشهية، يعني لو شربتهم قبل الفطار ممكن تلاحظ إنك بتاكل أقل وبتشبع أسرع. غير كده بيحسنوا الهضم ويقللوا الإمساك، وده لوحده بيفرق مع ناس كتير وزنهم بيزيد بسبب مشاكل الهضم. بس خلينا أكون صريحة معاكم، الليمون والمية مش هيخسسوك لوحدهم، لكنهم بداية ممتازة تساعدك في أي نظام غذائي. عايز تزود الفايدة ممكن تضيف معاهم شريحتين جنزبيل أو معلقة عسل أبيض، ده بيزود الحرق وتحس بطاقة ونشاط طول اليوم. جرب الوصفة وابدأ بها يومك، وهتشوف الفرق بنفسك بعد أسبوع أو 2. ولو مهتم تعرف سعرات أكلك وازاي تبني نظام يناسبك، اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى الفيديوهات الجاية.